السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، طلع لي جعفر العمده في المنام. فقلت له: خير يا معلم جعفر، انت مش خلاص لقيت ابنك؟ فقام معيط بعينه اليمين وقال لي: لا يا طاهر، انا مش بدور على ابني، انا طالع بدور على فرده الحلق اليمين بتاعتي، اصل انا لابس حلق في فيلم هارلي الجديد. فقلت: لا اله الا الله، حلق؟ هي وصلت للحلق يا رمضان؟ فقال لي: امال هتعمل ايه لما تعرف ان انا معايا مي عمر في الفيلم؟ فقلت: الله، محتوى. المهم صحيت من النوم وخلصت كل مشاويري ودخلت الفيلم. ومع اول مشهد في الفيلم لقيت الدوبلير بتاع محمد رمضان راكب موتوسيكل ورافع حصان وقاعد يخمس بالمكنه، وبتشتغل اغنيه لمحمد رمضان وهو بيغني لمحمد رمضان. فتحمست بقى وقلت: ايوه بقى يا رمضان. ولقيت محمد رمضان داخل بالبايك على محمود حميده اللي بيقولوا: انت جيت شهقه يا رمضان. وقام محمد رمضان قلع الخوذه، وابتدت حاجه كده من بعيد تلمع عند ودن الفنان، وابتدت عيني تزغلل. فقلت: لا معقوله دي الودن اللي من عجين؟ ولكن اكتشفت ان فعلا الشخصيه اللي بيقدمها محمد رمضان لابسه حلق. فقلت: الله الله، ابداع. بس قلت برضو اكيد في مبرر اللي بيحصل ده، اكيد قصه الفيلم طالبه ده. فنبص على القصه الاول ونحكم. وانا حقيقي بعد اول ربع ساعه في الفيلم ما قدرتش افهم اصلا الفيلم عايز ايه وبيتكلم عن ايه ومعمول ليه. هل محمد رمضان ناوي يروح للحته اللي محمد سعد فيها، وانه زمان عشان طلع عليه اشاعه انه هيشتغل في سلسله فاست اند فيوريوس واترفض، فناوي ينافسهم بهارلي اند فيوريوس؟ واكتشفت ان محمد رمضان طلع بدور اخو احمد داش في الفيلم. فحلو برضو التنوع ده، مره يعمل ابوه ومره يعمل اخوه. ان شاء الله المره الجايه يعمل امه. وهو خد اول خطوه ولبس الحلقه بتاع الشخصيه خلاص. ابداع. وبيقول هارلي الشهير بمحمد رمضان لداش: انت بتشرب مخدرات بفلوسي؟ لما تكبر وتعرف تعمل قرش زيي يبقى اشرب مخدرات زيي. ودي رساله مهمه بيوصلها الفيلم، انك ما تشربش مخدرات بفلوس حرام. وبعدها على طول في نفس المشهد محمد رمضان بيدخل يشد له تذكره عادي. ايوه برضو، ايه المبرر الدرامي للحلق؟ بيوزن بيه الموتوسيكل مثلا؟ وفي المشهد اللي بعده بنشوف احمد داش بيروح مكان سري وبياخد موتوسيكل عشان يجري بيه في سبق. يا جماعه، ما انتوا بتجروا بالموتوسيكلات في الشارع قدام الناس كلها، ايه الذكاء ده؟ ولقيت الدوبلير بتاع احمد داش قاعد بيطير بالموتوسيكل ويتسابق ويرفع حصان. فكره ان احمد داش يرفع حصان دي صعبه قوي، يعني كبيره يرفع السناده بتاعت الموتوسيكل. ولما احمد داش بيعمل حادثه، هارلي اخوه بيروح له جري وهو بيستعرض رشاقته وبينط من فوق كل حاجه قدامه. وابو هارلي بيقول لرمضان: انت هتسفر اخوك بره يتعالج بفلوس حرام؟ يا حاج حوش الهوليد سمايل اللي منوره وشك. والفنان محمود حميده ليه لقاء شهير بيقول فيه ان ناس كتير هيعدوا موهبه احمد زكي زي آسر ياسين واحمد الفيشاوي. فلو بجد والله الموهبه بالنسبه له انه يطلع يعمل دور زي ده، يبقى ان شاء الله الزعيم عادل شكل هيخلد اسمه في التاريخ. ولما احمد داش مات في الفيلم، محمد رمضان قدم قطعه مشهد تمثيلي اثبت بيه ان السينما حرام. ولما ابوه طرده من العزا عشان فلوسه حرام، قدم قطعه اغنيه راب مبهره اثبت لنا ان الغنى حرام. يا جماعه، انا محمد رمضان ضحك عليا وخلاني ادفع 150 جنيه على اساس ان ده فيلم. وفي واحده من المفترض يعني انها مزه بتروح لمحمد رمضان الورشه، فبيقول لصاحبه: سيبنا لوحدنا وشد المتاريس بتاعه الباب عشان اديها رقم الجديد. وبيطلع صاحبه يقف بره ويعرف الناس انه مش جوه. ابداع. وعدى نص ساعه من احداث الفيلم وانا بسال فين القصه، والفيلم فيه الفاظ خارجه ومشاهد خارجه، حتى الراجل اللي جنبي لقيته بيطلع صوت خارج. فببص عشان اقول له عيب، لقيته زهق من الفيلم ونام وبيشخر. وفي مشهد لمحمد رمضان وهو رايح الحفله مع صاحبه، فصاحبه بيقول له: الحفله دي فيها نسوان كتير جامده عايزين هارلي. طب وانت احساسك ايه يا اسطى؟ وانا بتساءل عن فين الفيلم، لقيت قدامي ما لا اتمنى ان اشوفه دلوقتي. لقيت مي عمر، وهارلي اول ما شافها قدامه تنح واتخض، وانا كمان. وقام واحد صاحب هارلي بيقول لصاحبته: ده هارلي احسن واحد بيركب بايكس. فالبنت قالت لرمضان: طب ما تيجي نركب سوا ونروح السخنه. طب وانت احساسك ايه يا اسطى؟ وبعد كده بيجي الاكس بتاع مي عمر عشان يضربها، فمحمد رمضان بيضربه. محمد رمضان بطل مخدرات في الفيلم وبقى يضرب بس لزاره، ما فرقتش كتير، الاتنين برشام. وبعد ما هارلي بيضرب الاكس، مي عمر بتروح له تقول له: انت مين؟ لا حضرتك دي بنقولها لما بنفقد الذاكره، ولا احنا عشان ما بنروحش حافظين؟ وبتقول له مي عمر: اسمك حلو. فقال لها: وانت جسمك حلو فشخ على فكره. ملحوظه، الفيلم متصنف عائلي. ابداع. الفيلم ده فيه حاجتين ما شفتهمش: التمثيل وحلمة ودن محمد رمضان. زمان كان بيقول لك ان محمد رمضان في يوم هيعدي احمد زكي، حصل. انا شفته بنفسي من كام يوم، كان بيعدي شارع احمد زكي اللي في المعادي. ايوه ليه يعني نلبس حلق يعني؟ وفات ساعه الا ربع في الفيلم وانا مش فاهم بجد فين الفيلم، فين القصه. وتساءلت كده: هل ممكن حد زي احمد عز او كريم عبد العزيز يقدم فيلم زي ده؟ ومش قصدي على النوعيه، انا بتكلم على المستوى. وتخيل الفيلم الفاضي ده فيه اتنين مؤلفينه، محمد سمير مبروك ومحمد سامي، اتنين شغالين على القصه والسيناريو
السيناريو والحوار اللي انا مش لاقيهم، بس الحوار الوحيد اللي عملوه مظبوط كان على المنتج بتاع الفيلم عشان يقتنع بورق زي ده. وبنلاقي محمد رمضان بيغني راب وبيقول انا نمبر 1 مش 2. يا عم خلاص بقى، ده انت رقم 1 جدا. وبيبعت بس للزارو وناسه عشان يضربوا محمد رمضان، فبيروح له محمد رمضان الكلاب وبيضربه هو ورجالته وبيكسر عظمهم وبيكسر الكلاب وبيكسر قلب البنت اللي شغاله هناك لما بيرفض يقول لها وانا كمان بحبك. محمد رمضان بيصور اعماله كلها في انتاركتيكا تقريبا، كلها ما فيهاش شرطه. وبيقرر محمد رمضان انه يخلي مي عمر تتعالج من البودره والتمثيل، قصدي الادمان، فبياخدها البيت عنده وبينامها في اوضته وبينام هو على الكنبه، مع ان هارلي ساكن في فيلا 1000 متر فيها 5 اوض وحمام سباحه وبلياردو، فاكيد في اوضه تانية يبات فيها. ولكن محمد رمضان طول عمره ابن شقه وما يحبش يوصل بالساهل. ده عادل امام وهو بيبطل مخدرات، ودي مي عمر وهي بتبطل مخدرات. طبعا مي عمر اوقع لانها حاطه بودره. وكان نفسي ادي كومنت على الميك اب الاوفر بتاع مي عمر، بس بعد كده قلت عادي، ما محمد رمضان نفسه حاطط ميك اب. وبعد فتره طويله قعدها اسيل اللي هي مي عمر في بيت هارلي عشان تبطل تشم، قالت له انا همشي، فقال لها مش هتمشي، فقالت له هو انت جوزي؟ انا كمان الصراحه افتكرت انه فاكر نفسه جوزك، ما هو ما حدش بيقعد الفتره دي كلها مع واحد اتعرف عليه في حفله اساسا غير في مسلسلات عمرو سعد. وانا احب اشكر مخرج فيلم هارلي، منقي كل الممثلين على الفرازه، كلهم ما بيعرفوش يمثلوا. محمد رمضان طالع مصاحب عائله انجليزيه وراكب موتوسيكل ياباني وعامل فيلم هندي. بيقول لك فين ديزل كان هيمثل في الفيلم ده مع محمد رمضان، لكنه اول ما عرف ان محمد رمضان هيلبس حلقه صدم وقال استغفر الله. وعدى ساعه برضو من احداث الفيلم وانا لسه مش عارف قصه الفيلم بتدور حوالين ايه. قصه الفيلم بتدور كده فين. وكان في خبر منتشر بيهاجم الفيلم ان كان في اوردر تصوير حاجه و50 ساعه. انا شايف ان الخبر ده ظالم وكذاب، الفيلم كله على بعضه يتلم في ساعتين. وبجد تمثيل مي عمر في الفيلم ده حقيقي مش وحش، هو مش حلو، مفيش تمثيل اساسا. طبعا هتسالني ازاي فيلم ما فيهوش تمثيل، بس ده مش فيلم برضه. لا بهزر، الفيلم حلو الصراحه، بس لو كان نزل في بدايه السبعينات قبل العميل رقم 13 كنا هننبهر اكتر. يا جماعه قسما بدين الله عدى اول ساعه وشويه من الفيلم وما عرفتش بيتكلم عن ايه، بجد والله العظيم مش افيه، ابداع. محمد رمضان لو كان اشتغل بالموتوسيكل بتاعه في اوبر سكوتر كان هيبقى فيه احداث اكتر من كده. وتاني ظهور لمحمود السيسي في الفيلم بيقول لمحمد رمضان انت الوحش اللي ما بيريحش، ايه حرقت معاه على الفاضي وما نفذتش ولا ايه؟ طب وانت احساسك ايه يا اسطى؟ ومره واحده لقيت اللي جنبي بيطلع نفس الصوت، فقلت له اصحى يا عم بقى كفايه نوم، بس طلع فايق وبيعمل الصوت ده وهو صاحي. وانا يا جماعه بقالي فتره ما برميش افات على شباب صاعد، بس يا رب حسن شتاء بس كده. ومحمد رمضان في اخر الفيلم ابوه مخطوف وبيتضرب وعيلته كلها هتضيع، واول ما سمع مي عمر بتقول انا بحبك ضحك وقال يا رب انا مش عايز اي حاجه تاني من الدنيا. وبنكتشف ان مي عمر في الفيلم تبقى بنت محمود حميده رئيس العصابه اللي هارلي بيشتغل فيها، وهي قاعده مع ابوها وهارلي بتقول لهارلي هو انا ممكن اطلب واين مع الاكل؟ بابا كوكو قوي، ابداع. والفيلم فعلا جايب ايرادات جباره قوي مع انه فيلم تعبان. فوانا في السينما قلت يا كل دي ناس داخله تصنع محتوى. وفي اخر الفيلم لقيت محمد رمضان بيعذب محمود حميده وبيربطه وهو قلع القميص، فقلت هو محمود حميده كده بيحب يقلع في اي حاجه فيها فلوس. وفي النهايه بما ان الفيلم ده قصته باعت مع الناس، فانا عندي قصه احب ان المنتج يسمعها يمكن ينتجها لي. هنعمل فيلم عن شخصيه اسمها امبر بيشتغل الصبح بياع سميد وبالليل بيحب مي عمر. بس خلاص خلصت القصه. اتمنى صوتي يكون وصل. الله عليه فعلا ابداع. سلام.